عمرك سألت نفسك ليه أنا مش قادر أبعد عن شخص بيأذيني ومتمسك بالعلاقة رغم إن أنا عارف إن هي علاقة مؤذية؟ السبب إن في ناس بتخاف من الوحدة، بتخاف تبقى لوحدها، ما بتعرفش تبقى لوحدها، ما بتعرفش تعيش حياتها من غير ناس في حياتها، ولما بتختار ناس في حياتها بتختار ناس مؤذية. فضل الوحدة عن ناس بتأذيك، لأن الأذى النفسي لو استمر معاك هيدمر حياتك. من ضمن الأسباب اللي مخليك مش قادر تبعد عن الشخص اللي بيأذيك ده ومكمل الجاس لايتنج أو التلاعب النفسي أو العاطفي، إن الشخص ده اللي بيأذيك يخليك تشك في نفسك، وان دايما المشكله من عندك، وان المشكله فيك انت مش فيه هو. فدايما تحاول تثبت ان انت تستحق فعلا حب مع انه اصلا بيأذيك، بس انت مكمل. وكمان بيبقى عندك امل ان هو هيتغير، وده بيخليك تكمل اكتر. وبرده من ضمن الاسباب اللي مخليك مكمل في العلاقه المؤذيه دي ان انت ما عندكش تقدير ذاتي لنفسك، وثقتك في نفسك ضعيفة، عشان كده بتقبل على نفسك علاقات مؤذية. اللي بيعزز نفسه وبيحب نفسه كفاية بيبعد عن الأشخاص اللي بتأذيه. ولو انت خايف من الألم اللي هتحسه بعد ما تنفصل عن الشخص المؤذي ده، فعايزة أقولك إن دي حاجة مؤقتة وهتختفي مع الوقت. مفيش ألم بيستمر ومفيش حزن بيستمر. لما تبعد دلوقتي وتتألم شوية، مع الوقت هتتعافى وهتبقى أقوى، وهتشوف إن العلاقة المؤذية دي أساسا ما كانش ينفع إن هي تكون في حياتي في يوم من الأيام. وهتشوف كمان إن أنا كنت بقلل من نفسي قوي لما كنت مكمل مع ناس بتأذيني. وهتشوف كمان إن الصح إن أنا بعدت عنهم. فخد القرار بدري إن أنت تقدر نفسك وتعززها وتبعد عن العلاقات المؤذية، أحسن بكتير قوي ما يجي عليك وقت تحس بالندم إن أنت ما بعدتش بدري.